يلا نعمل أكلة سريعة وبسيطة وهتبهرنا وهتدمنيها انت وأولادك. هنعمل مع بعض مكرونة بالوايت صوص ومعاها الستريبس، أكلة خطيرة وسهلة وجميلة جدا. هنعملها مش هتكلف حاجة خالص معاكي في الوقت، هو اللي التكلفة بتاعتنا هتبقى في الستريبس، بس أنا الستريبس كنت عاملاه وعيناه في الفريزر ما أخدش وقت معايا. يلا نعمل بسرعة. هنعمل ايه؟ هنعمل وايت صوص، مكعبين زبدة حلوين كده على النار، ونحط عليهم معلقة ونص دقيق ونقلبهم كويس قوي. انت بتعملي بشاميل عادي، بس احنا عاوزينه خفيف، السمك بتاعه خفيف حبة، وهنتبلهم بشوية ملح وفلفل. وقلب كويس بقى ايه عشان الدقيق يتحمص، وهننزل عليهم بنص لتر لبن ونقلب كويس قوي علشان مش عاوزين اي كتل فيه. تمام قوي. عاوزين بقى نعمل ايه البشاميل بتاعنا؟ عاوزين يبقى كريمي، زودي حاجات بقى من عندك، جبنه مثلثات، عاوزين الكريمه لباني، عاوزين جبنه كريمي، زودي. انا بصراحه ما كانش عندي حاجه خالص، بس مش هقف، كملت الاكله خطيره. تعالوا بقى نحط في الحله التانية شويه ميه تغلي بشويه ملح شويه زيت، وننزل بالمكرونه القلم تتسلق، وايدينا برضو في البشاميل بتاعي بنقلب كويس قوي بالمضرب علشان مش عاوزين اي كتل فيه زي ما انتوا شايفين كده. وزي ما انا قلت لكم ممكن تزودي اي انواع جبن براحتك علشان تبقى طعم احلى وكريمي كمان، يعني تبقى خطيره. المكرونه خلاص اهي تعتبر ايه بتتسلق اهي، عاوزينها تتسلق خالص كويس، وهنطلعها تتصفى من غير ما نغسلها. وزي ما انتوا شايفين بنقلب في الوايت صوص بتاعي، مقلايه بقى على النار عشان نلحق كل حاجه تبقى سخنه، ونقلي الستريبس عندي جاهز في الفريزر. طلعته كانوا كام حته كده، يعني ايه كنت شغل الناس واشتغلت وخلصت وفاض معايا الكام قطعه كده، قلت مقليهم بقى واظبط العيال بيهم. حطيت نكهه كده ايه، رشه قرفه صغيره تنكه لي الوايت صوص، ده اختياري، انا بحب القرفه جدا في الاكل. الوايت صوص خليه لي ريحته خطيره. انت عاوزه بقى تزودي اي انواع جبن زودي براحتك، جبنه المثلثات حتى لو مكعب هيخليها طعمها تحفه، بس برضو كانت خطيره وطعمه جدا. خلصت خلاص الوايت صوص، خلاص خلص، والمكرونه اتسلقت، وخلاص كده الستريبس اتقلى وخلاص وخلصناه. تعالي بقى صفينا المكرونه من غير ما نغسلها، حطينا عليها الوايت صوص، شوفوا السمك بتاعه خفيف ازاي، مش عاوزاه تقيل من السمك بتاع البشاميل التقيل، لا، طعم الزبده بقى مخليه طعمه تحفه. نقلب كل بقى المكرونه مع الوايت صوص كويس، ونشوف بقى هنعمل ونقدمها ازاي. الطبق اللي هتقدمي فيه وتنزلي الخليط ده، بس عاوزين رشه فلفل اول كده، رشه فلفل اسود هيخلي الطعم بتاعها تحفه. لو عندك جبنه رومي مبشوره رشه جبنه رومي فوق الوش بعد ما تخلصي. انا يعني عدال ما عنديش حاجه، مش هقف على الحاجه بتاعتي واقول مش عاملاها عشان ما عنديش جبن، انا عملتها وكانت النتيجه هايله خطيره والله. هنقدمها، شوفوا الجمال، شوفي عسل بجد خطيره، طعمها تحفه. تعالوا بقى الستريبس بتاعي نقطعه ونحطه نقدمه بالشكل الجميل بتاعي، هيدي طبق تحفه بالمقص كده بالورب كده. وتعالي كل قطعه الستريبس ده تحفه، انا عاملاه قبل كده كذا مره، منزله طريقته على القناه بتاعتي في اول الفيديوهات، وهعمله تاني بخطوات تانية جديده، وانتظروني هعمل لكم فيديو حلو جدا لطريقه الستريبس. شوف مقرمش وجميل ازاي، وقدمته بقى ورصصته بالشكل ده. طول ما انا واقفه بصور احط الشوكه وادوق وبوريكم، يعني المفروض بوريكم الشكل ازاي وقاعده اكل من جمالها. خطيره وخفيفه جدا، تاكلي وتشبعيش من جمالها. شوف ازاي جمالها. انتوا ممكن تعملي صدور فراخ عاديه خالص، تقطعيها زي شاورما كده خفيفه تحطها فوق الوش. والله لو عايزه تعمليها مكرونه كده بس بالوايت صوص وطبق تكليب، الف هنا وعافيه جميل. اي حاجه هتعمليها بايديكي هتبقى حلوه جدا، اخترعي وطلعي لعيالك احلى طبق واحلى اكل. شوف جمالها، خطيره جميله جدا، خفيفه عن المكرونه الصلصه اللي احنا بناكلها المتعودين عليها. الوايت صوص بيخليها حلوه قوي قوي. جربوا الطريقه دي هتعجبكم باذن الله. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان ينزلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.